السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب تانية اعداد؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا دكاترة؟ ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله تعالى النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الدرس الأول في الوحدة الثالثة. الدرس ده بإذن الله تعالى هناخده على 3 حصص، يعني 3 أجزاء، عشان الدرس ده دسم وفيه معلومات تقيلة شوية. الجزئية الأولى خدناها، واللي ما ذاكرهاش يرجع يذاكرها قبل ما يخش على الجزئية الثانية. ما تخش على الجزئية الثانية قبل ما تخلص الأولى، عشان الدرس كله مرتبط ببعضه، عبارة عن سلسلة مرتبطة ببعضها. طب الجزئية الثانية هناخد ايه يا مستر؟ الجزئية الثانية هناخد حاجة اسمها التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الصعب سهلا. بسم الله. أول حاجة عندنا هي التفاعلات الضوئية. التفاعلات الايه؟ الضوئية. ايه هي التفاعلات الضوئية؟ قال لك التفاعلات الضوئية هي مجموعة من التفاعلات الكيميائية. هي مجموعة من التفاعلات الايه؟ الكيميائية التي تتم فين؟ في الجرانة، أو تتم على أغشية الأقراص. أغشية مين؟ الأقراص في الجرانة في البلاستيدة الخضراء. بوجود الضوء. تاني واحدة واحدة. ايه التفاعلات الضوئية؟ هي مجموعة من تفاعلات كيميائية. يبقى هي تفاعلات كيميائية بتتم على أغشية الأقراص. اللي فين الأقراص ديت؟ اللي في الجرانة. من الحصة اللي فاتت خدنا عندنا حاجة اسمها جرانة بتتكون من مجموعة من الأقراص عددها بيصل إلى 15 قرص. تمام. يبقى التفاعلات الضوئية بتتم فين؟ بتتم في الجرانة؟ لا، بتتم على الغشاء فوق هنا، بتتم على الغشاء كده. تمام. يبقى بتتم على أغشية ايه؟ أغشية الأقراص. فين؟ في الجرانة. فين الجرانة؟ في البلاستيدة الخضراء. بوجود مين؟ بوجود الضوء. عشان هي تفاعلات ضوئية فلازم أن تكون موجود فيها الايه؟ الضوء. تمام. يبقى كده التفاعلات الضوئية هي مجموعة من التفاعلات الكيميائية تتم على أغشية الأقراص في الجرانة في البلاستيدة الخضراء بوجود مين؟ بوجود الضوء. بعد كده التفاعلات الكيميائية بتتم ازاي؟ قال لك والله عندنا التفاعلات الكيميائية بتتم كالآتي. أول حاجة قلنا بتتم فين؟ على الأغشية المين؟ أغشية الأقراص. ليه على أغشية الأقراص؟ هنعرف دلوقتي. أول حاجة عندنا الأقراص اهي. تمام يا شباب؟ الغشاء الخارجي بتاعها ده بيتم فيها تفاعلات ضوئية. ليه تفاعلات ضوئية؟ عشان الغشاء فيه كلوروفيل. اكتبه بالأخضر عشان يبقى نفس اللون. في ايه؟ في كلوروفيل، اللي هو كان كلوروفيل ايه؟ كلوروفيل أخضر. يبقى فيها يا شباب فيها كلوروفيل، والكلوروفيل ده مسؤول عن عملية البناء الضوئي. والكلوروفيل ده موجود فين؟ على أغشية أقراص الجرانة. فإذا يبدأ عندنا يسقط شعاع من الضوء. تسقط فين؟ على غشاء الأقراص. يبدأ غشاء التفاعلات الضوئية لما يسقط شعاع الضوء على غشاء الأقراص اللي هو موجود مين؟ موجود الكلوروفيل. يبدأ يحصل ايه للكلوروفيل ده؟ قال لك الكلوروفيل ده هيحصل له عملية اسمها عملية إثارة. وعملية الإثارة ديت يعني ايه إثارة؟ قال لك إثارة يعني لو عندنا إلكترون، عندنا حاجة اسمها مستويات الطاقة. كانوا 7 مستويات طاقة. تمام؟ قال لك لو في إلكترون معين على مستوى طاقة هنا مثلا، تمام؟ الإلكترون ده عملنا له عملية اكتساب طاقة. يبقى أكسبنا الإلكترون ده، أكسبنا له إيه؟ طاقة. ايه اللي هيحصل للإلكترون؟ قال لك هينتقل من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى. يعني الإلكترون هتلاقيه طلع لمستوى طاقة أعلى فوق كده. فقال لك العملية الانتقال ديت
دي اسمها إثارة. اسمها ايه؟ إثارة. بعملية الانتقال ديت هي اسمها عملية إثارة. فإذا نفس اللي هيحصل للذرة دهيت هيحصل لمين؟ للكلوروفيل. هيحصل له عملية إثارة. بعد ما يحصل له عملية إثارة ايه اللي هيحصل؟ أول حاجة يبقى احنا عرفنا ليه بتتم التفاعلات الضوئية على أغشية الأقراص. ليه؟ عشان موجود الكلوروفيل، والكلوروفيل لما ينزل عليه شعاع من الضوء هيكتسب طاقة، تمام، ويحصل له عملية مين؟ إثارة. قال لك لما الكلوروفيل عندنا اهوت الكلوروفيل يحصل له إثارة، قال لك أول حاجة الكلوروفيل ده والله لما يحصل له إثارة قال لك هيعمل إيه؟ قال لك أول حاجة عندنا هيعملها يحلل مين؟ قال لك والله هيحلل الماء اللي هي المية إلى مين؟ إلى أكسجين وإيه؟ إلى أكسجين وهيدروجين. إزاي؟ عندنا المعادلة كالآتي. قال لك عندنا ال H2O لما يحصل لها إثارة بمين؟ بالكلوروفيل، اللي هو الكلوروفيل مين؟ الكلوروفيل المصار. هيحلل جزء الماء إلى أكسجين وهيدروجين. H2O هتلاقي اتحولت عندنا إلى هيدروجين وأكسجين، تمام؟ تمام، هتحول لهيدروجين وأكسجين. عملية إيه؟ تحليل. يبقى الكلوروفيل أول حاجة هيحلل الماء إلى أكسجين وهيدروجين بالطريقة دي. طب الطريقة ديت في موازنة المعادلة فيها مشكلة. أولا أول حاجة نرجع الباب التاني شوية. قلنا ال H2 وال O2 وال N2 لازم ينكتب إيه؟ قلت إيه؟ 2. هل قلت O ولا H ولا N؟ لا، قلت 2. يبقى نكتب هنا 2. فإذا ظهر عندنا إيه؟ ظهر عندنا H ب2 مظبوط، والأو ب1 طالعة ب2. إزاي؟ لازم تكون موزونة. قال لك هنوزنها ازاي؟ قال لك هنوزنها كده. اول حاجه الاو بكام؟ ب1 طالعه بكام؟ ب2. عايزين نخليها ب2 يبقى نضرب هنا في 2. اصبحت الاو ب2 والاتش ب4. 2 في 2 ب4. طب هنا اتش ب2 نعمل ايه؟ قال لك نضرب هنا في 2. كده المعادله دي موزونه. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى قال لك ان الكلوروفيل لما يحصل له إثارة اللي هو الكلوروفيل المصار او ليه مسمى تاني وهو الكلوروفيل النشط، ماله؟ هيحلل الماء الى اكسجين وهيدروجين بالعمليه دي. تاني حاله ليه للكلوروفيل المصار، قال لك جزء منه يبقى هو يعمل حاجتين اتنين. الجزء التاني من الكلوروفيل المصار هيعمل ايه؟ قال لك والله الجزء التاني منه هيحول حاجه عندنا اسمها ادينوسين ثنائي الفوسفات. ثانية هنغير القلم. هيحول ايه؟ قال لك هيحول ادينوسين ثنائي الفوسفات. ثانية واحدة. قال لنا يا شباب هيحول ادينوسين ثنائي الفوسفات الى ادينوسين ثلاثي الفوسفات. ادينوسين ثلاثي الايه؟ ثلاثي الفوسفات. ازاي يا مستر؟ قال لك تعالى. اول حاجه ايه هو ادينوسين ثنائي الفوسفات وادينوسين ثلاثي الفوسفات؟ قال لك والله الادينوسين ثنائي الفوسفات بيسمى عندنا ADP. بيسمى ايه؟ ADP. تمام. طب الادينوسين ثلاثي الفوسفات بيسمى عندنا ATP. يبقى ثنائي الفوسفات ADP، ثلاثي الفوسفات ATP. يبقى ثنائي الفوسفات ADP، ثلاثي الفوسفات ATP. ازاي؟ قال لك عندنا ده جزيء الادينوسين
ثنائي الفوسفات اهو. دي شكله يا شباب، دي تركيبه. تمام. ماسك فيه هنا حاجه اسمها سكر ريبوز. تمام. فينا مجموعه فوسفات ومجموعه فوسفات. دي اسمه ايه؟ دي اسمه ادينوزين ثنائي الفوسفات اللي هو ال ADP. في مجموعتين ايه لو لاحظنا؟ قال لك نفسر كده ديت واحده واحده. اول حاجه المجموعتين دول، المجموعه دي كده اسمها ادينين، يبقى الاثنين دول مع بعض اسمهم ايه؟ ادينين. تمام. طب المجموعه لوحدها ديت اسمها سكر ريبوز. سكر ايه؟ ريبوز. تمام. طب قال لك التلاتة دول بقى اللي هو مجموعة الادينين والسكر الريبوز، التلاتة دولت مع بعض اسمهم ايه؟ قال لك دي اللي اسمها ادينوسين. اسمها ايه؟ ادينوسين اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى الادينوسين عبارة عن ادينين وسكر ريبوز. عبارة عن ايه؟ ادينين وسكر ريبوز. يبقى دي اسمها كده ايه؟ ادينوسين. طب ليه قلنا ثنائي الفوسفات؟ قال لك عشان فيها اتنين مجموعتين فوسفات، دول مجموعتين الفوسفات. تمام. طب قلنا عندنا الكلوروفيل المسار هيحول ADP الى ATP. ازاي؟ قال لك اول حاجه مش دول مجموعتين فوسفات؟ عايزين نخليها ATP اللي هي ثلاثي الفوسفات. قال لك هنجمع عليها مجموعه فوسفات كمان، فتحول عندنا من ثنائي الفوسفات الى ثلاثي الفوسفات. هتبقى نفس الرسمه دي كده بالظبط، ولكن هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها 3 مجموعات فوسفات، ومرتبط هنا مجموعة مين؟ ادينوسين. تاني يا شباب، تاني اول حاجة قال لك التفاعلات الضوئية بتتم فين؟ بتتم على اغشية الاقراص في الجرانة. الجرانة ديت فين؟ قال لك الجرانة دي في البلاسيدة الخضراء. طب ليه التفاعلات بتتم على اغشية الاقراص؟ ليه ما بتتمش في الجرانة ذات نفسها؟ قال لك عشان على الغشاء فيها كلوروفيل، اللي هو الكلوروفيل الاخضر اللي بيعمل عملية بناء ضوئي. الكلوروفيل ده هيحصل له عملية إصهار عن طريق هيكتسب طاقة من مين؟ هيكتسب طاقة من مين؟ من ضوء الشمس. تمام. فيحصل له عملية إصهار. قلنا يعني إيه إصهار؟ قال لك لو عندنا ذرة معينة في مستوى طاقة وعملت له اكتساب للطاقة، هينتقل من مستوى طاقة أقل لمستوى طاقة إيه؟ أعلى. قال لك العملية دي اسمها عملية إصهار. نفس اللي هيحصل للكلوروفيل، هينتقل من مستوى طاقة أقل لمستوى طاقة أعلى، وسرعان ما يعود إلى مستوى الطاقة الأصلي اللي هو كان فيه. تمام. الكلوروفيل النشط ده هيعمل عندنا حاجتين اتنين. اول حاجه هيحلل ويحول. هيعمل عمليه تحليل وتحويل. تحليل لايه؟ تحليل للميه الى اكسجين وهيدروجين، وقلنا الميه هي بتحلل من الى الميه H2O الى هيدروجين وايه؟ واكسجين. تاني حاجه بيحول ادينوسين ثنائي الفوسفات الى ادينوسين ثلاثي مين؟ الفوسفات اللي هو ADP الى ATP. ازاي؟ قلنا كلمة ادينوسين عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعتين، مجموعة ادينين، مجموعة ايه؟ ادينين ومجموعة سكر ريبوز بنفس الرسمة دي، فدولت مع بعض اسمهم ادينين. طب دي سكر ريبوز. طب ده كله مع بعض اسمها ادينوسين. اسمها ايه؟ ادينوسين. تمام. طب ثنائي الفوسفات ضفنا له مجموعتين فوسفات. تمام. عايزين نحوله بقى الى ATP. قال لك الى ATP هنزود له مجموعه كمان واحده فوسفات، يبقى يتحول من ADP الى ATP عن طريق اكتساب طاقه، عن طريق اكتساب ايه؟ اكتساب مجموعه فوسفات. تمام. قال لك في عمليه البناء الضوئي، نضيف هنا كده عشان يبقى التفاعلات الضوئيه كلها في سبوره واحده. قال لك في التفاعلات الضوئيه بتتم لما الكلوروفيل بيعمل عمليه بناء ضوئي. اول حاجه بيطلع عندنا
ثانية واحدة مش صح ولا؟ بيطلع عندنا ايه؟ لو ركزتوا هنا في تحليل الميه بيتحلل لايه؟ لهيدروجين واكسجين. قال لك عندنا هنا الاكسجين ده اهو، قال لك الاكسجين ده ماله؟ قال لك والله هيجي هنا الاكسجين اللي طالع من عمليه تحليل الميه هيطلع كناتج ثانوي. كناتج ايه؟ ثانوي. هيطلع فين؟ قال لك هيطلع كناتج ثانوي في الهواء اللي احنا بنتنفسه. النبات بيعمل عمليه بناء ضوئي وبيطلع لنا اكسجين فاحنا بنتنفسه. تمام؟ تمام. بعد كده قال لك الهيدروجين H2 دهوت هيحصل ايه؟ قال لك ده بيروح او بنستخدمه في التفاعلات اللا ضوئيه. التفاعلات اللا ايه؟ اللا ضوئيه. وهنا في الناتج تحويل ادينوسين ثنائي الفوسفات ال ADP الى ATP طلع لنا مين؟ ATP ناتج. قال لك عندنا ال ATP دهوت برضه هيستخدم في التفاعلات اللا ضوئيه. يبقى ثانيه كده ايه اللي حصل؟ اول حاجه في عمليه التحليل طلع عندنا اكسجين وهيدروجين. الاكسجين طلع كناتج ثانوي واحنا استخدمناه وتنفسناه خلاص. الهيدروجين هنستخدمه، هناخده بقى نعينه ونخزنه عندنا فين؟ قال لك هيخزن عندنا، هنعرفه دلوقتي في التفاعلات اللا ضوئيه. هيخزن عندنا عشان نعمل له نوديه للتفاعلات اللا ضوئيه، هنستخدمه هناك، هنحتاجه هناك. والاي تي بي الناتجه من عمليه التحويل برضه هنستخدمها في التفاعلات اللا ضوئيه. دي النواتج اللي ظاهره عندنا. نعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي تاخد سكرين شوت للسبوره ديت ونخش دلوقتي على التفاعلات اللا ضوئيه، وخليكم عارفين ان الناتجين دول الهيدروجين والاي تي بي هنستخدمهم في التفاعلات اللا ضوئيه. نخش بقى على التفاعلات اللا ضوئيه. يبقى كده يا شباب الكلوروفيل هيحصل له عمليه اثاره عن طريق مين؟ عن طريق الطاقه اللي جايه من الشمس، من الضوء. تمام. طب هيحصل له اثاره، قلنا عندنا هيعمل حاجتين اتنين. ايه هما الحاجتين؟ الحاجتين قال لك والله هيعمل عمليه تحليل وعمليه تحويل، ودول هنلخصهم دلوقتي في سبوره واحده. ايه التحويل وايه التحليل؟ يبقى احنا كده عندنا ايه؟ نبدأ كده من الأول. بسم الله. عندنا ضوء شمس نزل على ايه؟ نزل على الكلوروفيل، حوله إلى كلوروفيل نشط. تمام؟ تمام. أو كلوروفيل مسار، الاسمين واحد. تمام. الكلوروفيل المسار دهوت هيعمل عندنا حاجتين اتنين. هيعمل عندنا حاجتين اتنين مهمين جدا. اول حاجه هيعمل عمليه تحليل ويعمل عمليه تحويل. تمام. تمام. قال لك هيعمل عمليه تحليل لايه؟ قال لك والله هيحول عندنا الميه الى حاجتين اتنين. هما قال لك الى هيدروجين واكسجين. طب عمليه تحويل قال لك عندنا هيحول ال ADP إلى ATP. ATP أدينوزين ثنائي الفوسفات وأدينوسين ثلاثي الفوسفات. نيجي هنا في ال H2 قال لك ده هنستخدمه في التفاعلات اللا ضوئية. دي كده نركنه على جنب كده نخزنه عشان هنحتاجه في التفاعلات اللا ضوئية. طب الأكسجين قال لك دي ناتج ثانوي، يعني خلاص استخدم. تمام. نيجي هنا في الاي تي بي قال لك برضو الاي تي بي برضو هنستخدمه في التفاعلات اللا ضوئيه. دي السبوره، دي تلخيص الكلوروفيل، تلخيص التفاعلات الضوئيه كلها هنا. تمام. تمام. السبوره اللي بعدها هنعمل مقارنه ما بين الاي تي بي والاي دي بي، ما بين الاي تي بي والاي دي بي. الله اكبر، الله اكبر، عظمه الله. صوروا.
يبقى دلوقتي يا شباب هنعمل مقارنة ما بين ال ATP وال ADP من حيث ايه؟ من حيث التركيب بتاع ده والتركيب بتاع ده، دي بيوجد فين، دي بيوجد فين، دي بيستخدم فين ودي بيستخدم فين، الحاجات دي كلها. يبقى أول حاجة عايزين نعمل مقارنة ما بين ال ADP وال ATP. أول حاجة قال لك ال ADP وال ATP في حاجة مشتركة ما بينهم، إيه هما؟ اللي يقولها يبقى جدع. تسلم شاطر. يبقى ايه الحاجة المشتركة ما بينهم؟ قال لك والله يا مستر الحاجة المشتركة ما بينهم إن الاتنين بيتكونوا من أدينين، مجموعة أدينين ومجموعة سكر رايبوز. يبقى مجموعة أدينين ومجموعة سكر إيه؟ رايبوز. تمام. إيه الاختلاف؟ الاختلاف إن ال ADP ماله؟ قال لك يوجد فيه مجموعتين فوسفات. يبقى ال ADP في مجموعتين فوسفات. طب ال ATP في 3 مجموعات فوسفات. تمام. ايه الاختلاف الثالث؟ الاختلاف الثالث قال لك والله ال ADP لو حطينا له مجموعة فوسفات هيتحول إلى ATP، صح ولا لأ؟ بإضافة فوسفات إلى ADP هيتحول إلى ATP، صح؟ تمام. قال لك طب عندنا ال ATP بنزع مجموعة فوسفات هيتحول إلى ADP. فهمتوا المعلومة الجامدة دي؟ ال ADP من شوية لما ضفنا له فوسفات اتحول إلى ATP، صح؟ تمام. طب ال ATP لما شلنا منه مجموعة فوسفات اللي هم 3، شلنا منه واحدة بقى 2، هتحول لإيه؟ إلى ADP. تمام؟ تمام. طب يا مستر أنا هتلخبط ما بين ATP و ADP، أعمل إيه؟ هتلخبط ما بين مين فيه الاتنين ومين فيه التلاتة؟ قال لك والله بطريقة سهلة خالص. تعمل إيه؟ بص، عندنا ATP و ADP بس. مين المختلف هنا؟ والله المختلف هنا يا مستر التي والدي بالترتيب كده الابجدي، الحروف الانجليزيه. لما تيجي تقول A B C D مين بقى اللي جه؟ دي، صح؟ يبقى دي اول واحد. بعد كده F H G وتكمل بقيه الحروف هتلاقي التي. يبقى مين اللي جه الاول؟ الدي ثم التي. الاول اللي هو الدي هيبقى 2. ما هو مين اللي بيجي الاول؟ الاثنين ولا الثلاثه؟ لا الاثنين. يبقى مين اللي بيجي الاول؟ الاثنين. بعدها التلاتة. طب مين اللي بيجي في الحروف الابجديه الاول؟ الدي. ومين اللي بيجي بعده؟ التي. يبقى بالترتيب كده اللي بيجي الاول اللي هو الدي 2، اللي بيجي بعده التي 3، بالشكل ده بالظبط. تمام يا شباب؟ تمام. بكده يا شباب خلصنا التفاعلات الضوئيه. نخش بقى على التفاعلات اللا ضوئيه. ايه هي التفاعلات اللا ضوئيه؟ قال لك والله التفاعلات اللا ضوئيه هي مجموعه نفس التانية كده الضوئية من ايه؟ من التفاعلات الكيميائية. تمام. بتتم فين بقى؟ التي تتم فين يا مستر؟ قال لك والله بتتم في الستروما، او كان لها اسم ايه تاني؟ الستروما كان لها اسم الحشوة، وكان لها اسم كمان وهي أرضية مين؟ أرضية البلاستيدة. دي كلها كانت أسامي للستروما. يبقى الستروما أو الحشوة أو أرضية البلاستيدة. بعد كده إيه؟ دون الاحتياج إلى الضوء عشان إحنا قلنا لا ضوئية. تمام؟ تمام يا مستر. يبقى تاني كده التفاعلات اللا ضوئية هي مجموعة من التفاعلات الكيميائية بتتم في الستروما، بيسمى حشوة، بتسمى أرضية البلاستيدة الخضراء، دون الاحتياج الى مين؟ الى الضوء. ازاي بقى يا مستر بتتم التفاعلات اللا ضوئيه دي؟ قال لك صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك من التفاعلات الضوئيه طلع معانا ناتجين 2، قلت لك احفظهم وخدهم معاك في التفاعلات اللا ضوئيه. هم ايه؟ شاطر تسلم. هم يا مستر الهيدروجين والاي تي بي
تمام كده يا شباب. عندنا من معادلة التفاعلات الضوئية الهيدروجين والاي تي بي وهي الطاقة. تمام. عندنا بقى في الهواء الجوي بيبقى موجود غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو في عملية الشهيق بين مين؟ بنشد اكسجين ففي الزفير ونطلع ثاني اكسيد الكربون. فثاني اكسيد الكربون ده بيستخدمه النبات لعملية البناء الضوئي في التفاعلات اللا ضوئية. قال لك هيتحد معانا مع مين؟ قال لك هيتحد مع الهيدروجين في وجود مين؟ قال لك والله في وجود عاملين اتنين مهم جدا. اول عامل قال لك هو الاي تي بي، لازم يبقى موجود طاقه عشان التفاعل دي يتم، حاجه تنشطه، حاجه طاقه كده تديله انرجي عشان يخليه يشتغل. تمام. موجود ايه تاني؟ لو فاكرين في الستروما كانت بتتم فيها في الحصه اللي فاتت تفاعلات لا ضوئيه عن طريق مين؟ عن طريق الانزيمات اللي كانت فيها. يبقى ايه اللي كان فيها؟ الانزيمات. يبقى كده نستخدم حاجتين اتنين، الاي تي بي والانزيمات على السهم. تمام. ونستخدم مين؟ ثاني اكسيد الكربون ولا هيدروجين؟ هيطلع لنا مين؟ قال لك هيطلع لنا عندنا هنا سكر الجلوكوز وهو سي 6 اتش 12 او 6، دي اسمه سكر الجلوكوز وهو ده الغذاء بتاع النبات. يبقى سكر الجلوكوز هو الغذاء بتاع مين؟ بتاع النبات. تمام يا مستر. يبقى كده عرفنا ايه اللي هيحصل والسكر الجلوكوز اتكون ازاي. تمام. ايه تاني هيحصل؟ قال لك والله عندنا هنا ايه هو الانزيمات. ايه هي الانزيمات؟ عايزين نعرف الانزيمات. قال لك الانزيمات هي ايه؟ هي بروتينات. الانزيمات هي مركبات بروتونيه. مركبات ايه؟ بروتينيه، يعني عباره عن بروتين. بتعمل ايه؟ قال لك بتحفز من سرعه التفاعل الكيميائي، بتسرع من سرعه التفاعل الكيميائي، وبتقلل من الوقت المستخدم فيه. يعني سرعه التفاعل الكيميائي بتخلي الوقت بتاعه، بتأثر المده، وبتسرع العمليه، ولكن بشرط مهم جدا. هو ايه؟ قال لك الانزيمات زي ما دخلت في التفاعل زي ما تطلع. يعني لو دخلت الانزيمات بتركيز مثلا 5، لازم تطلع بتركيز 5، يعني ما بيتاخدش منها حاجه، هي مسيطره على نفسها. انا هخش ب5 هطلع بيهم 5، مش عايز حد ياخد مني حاجه ولا هسلف حد حاجه. فدي شرط الانزيمات، ان هي هتاثر المده وتسرع العمليه، ولكن ترجع زي ما هي. دخلت برقم تطلع بنفس الرقم. تمام. ديت الانزيمات. بعد كده عايزين نخش نعمل مقارنه ما بين التفاعلات الضوئيه والتفاعلات اللا ضوئيه. يبقى سريعا كده، التفاعلات اللا ضوئيه كانت مجموعه من التفاعلات الكيميائيه بتتم في الستروما اللي هي الحشوه او ارضيه البلاستيد دون الاحتياج الى مين؟ الى الضوء. قلنا في التفاعلات الضوئيه كان معانا ناتجين، هيدروجين واي تي بي. قال لك في الهواء الجوي موجود ثاني اكسيد الكربون هيتحد مع الهيدروجين الناتج. وقال لك الهيدروجين ده بيحمل على ايه؟ قال لك الهيدروجين ده النبات بيحمله على مركبات كيميائيه على اغشيه مين؟ الاقراص. يبقى الهيدروجين ده محمول فين؟ محمول على اغشيه الاقراص، على مركبات ايه؟ كيميائيه. تمام. بيطلع لنا عندنا سكر الجلوكوز، واهم حاجه في وجود الطاقه اي تي بي، والانزيمات اللي هي في مين؟ في الستروم. قال لك الانزيمات هي بروتينات بتاثر المده وبتسرع العمليه. تمام. نخش دلوقتي على مقارنه ما بين التفاعلات اللا ضوئيه والتفاعلات الضوئيه من حيث كل حاجه بقى. من حيث بتحتاج لايه؟ ايه الحاجات المستخدمه فيها؟ من حيث اللي هو الناتج اللي طالع منه. تمام. يبقى اول حاجه التفاعلات اللا ضوئيه، وهنا التفاعلات الضوئيه. اول حاجه التفاعلات اللا ضوئيه والتفاعلات الضوئيه من حيث التعريف. يبقى اول حاجه هعرفها هي مجموعه من التفاعلات الكيميائيه بتتم فين؟ قال لك بتتم على اغشيه الاقراص. فين؟ في الجرانه. فين؟ في البلاستيد. وتحتاج الى الضوء. تمام. التفاعلات دي التفاعلات ديت التفاعلات الضوئيه بتتم على اغشيه الاقراص. فين؟ في الجرانه. في البلاستيد.
بوجود مين؟ محتاجين الى الضوء. يبقى الضوء احنا عايزينه. في التفاعلات اللا ضوئيه قال لك في التفاعلات اللا ضوئيه موجوده فين؟ في الستروم، لا تحتاج الى الضوء، يبقى الضوء مش عايزين. تمام. قال لك عندنا هنا التفاعلات الضوئيه بتستخدم ايه وايه؟ قال لك والله عندنا التفاعلات الضوئيه دي بتحتاج الى ايه؟ بتحتاج الى الضوء، وايه تاني؟ والماء. الى الضوء والى الماء والى ايه تاني؟ والى ال ADP. دي اللي بيحتاجهم، ضوء وميه و ADP. تمام. بيطلع ايه؟ قال لك والله التفاعلات الضوئيه بتطلع عندنا ATP واكسجين وهيدروجين. تمام. الاكسجين قلنا كناتج ثانوي. تمام يا مستر. نيجي على التفاعلات اللا ضوئيه. قال لك التفاعلات اللا ضوئيه بتحتاج الى ايه؟ قال لك والله بنحتاج عندنا الى الهيدروجين والاي تي بي الناتج من التفاعلات الضوئيه. تمام. وايه تاني؟ والانزيمات. الانزيمات اللي موجوده فين؟ الموجوده في الستروم. تمام. بتنتج ايه؟ قال لك عندنا التفاعلات الضوئيه كانت بتنتج ايه يا شباب؟ كانت بتنتج عندنا سكر الجلوكوز و ADP. سكر الجلوكوز و ADP. ADP ازاي؟ قلنا في السبورتين اللي فاتوا ال ADP معناها ان هي سحبت منها مجموعة فوسفات فتحولت الى ADP. طب ال ATP يعني ضفنا لها مجموعة فوسفات، وده كله نلحظ قلناه السبورتين اللي فاتوا، اللي ما فهمهاش يرجع يجيبها تاني. تمام. دي مين؟ دي المقارنة ما بين التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية. بعد كده نخش على حاجة مهمة جدا يا شباب، وهي ايه؟ وهي طريقة تحضير سكر الجلوكوز المعادلة كاملة. أول حاجة قال لك عندنا ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. تمام. زائد عندنا H2O مية. تمام. اللي هو في الهواء الجوي بس ثاني أكسيد الكربون والمية اللي النبات امتصها. تمام. هيدينا ايه؟ قال لك هيدينا عندنا C6 H12 O6 زائد O2. عايزين نوزن المعادلة. نوزنها ازاي؟ تعالوا تقصيرا للوقت. قال لك والله هنخش ب6 CO2 وهنخش ب6 H2O وهنطلع عندنا 6 أكسجين. لما نيجي نوزن كده عندنا 6 كربون، فعلا 6 كربون. تمام. 6 كربون 12 أكسجين وواحدة 12، والستة اللي عندنا دول اللي هي في ديت يبقى 12 و6 18. طلع عندنا فعلا 6 و2 في 6 ب 12 طلع 18. تمام. 6 H2 اللي هو 6 في 2 ب 12 هيدروجين، طلع عندنا ب 12 هيدروجين، وكده الاكسجينه مظبوطه. تمام يا شباب. تمام. دي طريقه تحضير سكر الجلوكوز. فين سكر الجلوكوز؟ قال لك دي سكر الجلوكوز اهو. دي سكر الجلوكوز اللي هو مين؟ اللي هو الغذاء بتاع النبات، ودي اكسجين صاعد في الهواء الجوي. تمام يا شباب. تمام. بعد كده بقول لك عندنا حاجه اسمها النمذجه. ايه هي النمذجه؟ قال لك والله لو عندنا ذرات صغيره جدا وروابط كيميائيه، او ذرات كبيره جدا وروابط كيميائيه. فذرات صغيره جدا لا ترى بالعين المجرده وذرات كبيره جدا ما نقدرش نتخيلها، عايزين نعمل لها طريقه نفهمها بيها. قال لك والله بطريقه اسمها طريقه النمذجه. ايه هي طريقه النمذجه ديت يا مستر؟ قال لك والله تخيل معايا، معانا كره ومعانا عصايه. تمام. قال لك الكره دهيت هتعبر عن الذره،
ذرة مين؟ الذرة دي بتاعت العنصر ده. يبقى الكرة هتعبر عن الذرة. طب والعصاية؟ قال لك هتعبر عن الروابط الكيميائية. الرابطة الكيميائية. يعني لو عايزين نعمل مثلا نمذجة لمين؟ لل H2O. هل الذرات بتشوفها بعينك؟ لا. طب عايزين نعمل لها نمذجة، نعملها ازاي؟ قال لك والله تعالى كده تخيل معايا. تمام. قال لك H2O يعني عندنا واحدة O و2 H. نعمل كده واحدة O ونعمل 2 H. تمام. مش دول ذرات؟ التلاتة دول ذرات؟ يبقى دي الكورة. صح؟ تمام لحد كده دي الكورة. في روابط كيميائية المفروض تكون ما بينهم. صح؟ قال لك دي العصاية. يبقى الروابط الكيميائية هي العصاية. فين العصاية؟ اهي. دي نموذج النمذجة. عايزين نعمل مثلا نمذجة للCO2. لمين؟ الCO2. قال لك عندنا واحدة C و2 O. الذرات ديت هي الكور. تمام. والعصيان ديت هي الروابط الكيميائية. بس دي نموذج النمذجة. نموذج سهل جدا وبسيط. تمام. حاجة تانية. قال لك لو عندنا سكر الجلوكوز دهوت اللي هو C6H12O6 دهوت، قال لك اعتبروا ان هو مجموعة من الذرات كده. هو عبارة عن مركب كده. تمام. ديت حاجة فرادية اللي هو فرادة، حاجة لوحدها. تمام. قال لك لو عملت منها كذا واحدة، يعني عملت من المجموعة دي كذا واحدة، مجموعات كتير مجموعات كتير مجموعات كتير، هتكون معانا حاجة اسمها سلسلة. صح؟ ازاي؟ اهو اعمل كده مجموعات هتلاقي بتكون سلسلة. بتكون سلسلة اهو. سلسلة كبيرة. صح يا شباب؟ صح. يبقى قال لك ان دهيت لوحدها هي سكر الجلوكوز اللي هو C6H12O6، ولكن لو عملت منها كتير هيتكون معاها سلسلة. قال لك سكر الجلوكوز ده اهو لما بيكون سلسلة بيتحول معانا الى نشا. بس دي المعلومة اللي هو عايزك تعرفها. يبقى النشا هي عبارة عن مجموعة من سكر الجلوكوز، مجموعة كبيرة. يبقى مين الأكبر؟ النشا. أكبر من مين؟ من الجلوكوز، عشان الجلوكوز هو اللي بيكون النشا. فجبنا جلوكوز أهو، عملناها كمان مع وحدة جلوكوز. تمام. كمان مع وحدة جلوكوز. تمام. كمان مع وحدة جلوكوز. تمام. كونت إيه؟ سلسلة. تمام. الوحدة ديت اسمها جلوكوز. طب السلسلة بقت اسمها نشا. دي المعلومة اللي هو عايز يعرفها. كده بفضل الله خلصنا الدرس. كان درس بسيط جدا وسهل، ومعلش على الانقطاع بس اللي حصل في الفيديو عشان بس بتاعك اتفصلت، ولكن خدنا ايه؟ خدنا التفاعلات الضوئيه والتفاعلات اللا ضوئيه. خدنا تعريف دي وتعريف دي وتكوينها وايه اللي بيحتاجه وايه اللي بينتجه. صح؟ وبعد كده خدنا نموذج النمذجه، وخدنا تكوين معدل سكر الجلوكوز، وخدنا النمذجه اللي هي العصايه والكره، وخدنا معلومه النشا دي. تمام يا شباب؟ تمام. ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نروح نذاكر الحصه الاولى وما ذاكرتهاش، وتخش على الحصه الثانيه تذاكر الاثنين كويس باذن الله تعالى. خلص الحصه الثالثه. معلش بس هو الدرس هيطول معانا شويه عشان في معلومات تقيله زي ما انتم شايفين. تمام. وبعد كده ينزل فيديو الحل كامل. فيديو الحل زي ما انتم متعودين، بنحل التقييمات وبنحل كل الاسئله في كتاب الامتحان باذن الله تعالى. في المراجعات لما يجي وقت المراجعه عامل لكم مفاجاه حلوه جدا هتعجبكم. هعمل لكم باذن الله تعالى مذكره جميله جدا جدا جدا، لما لكم شرح الماده كلها بشكل مش ملخص، هو شكل مكثف. يعني كل فتفوته مكتوبه في المنهج مكتوبه في قلب الملخص، ولكن هو بس مكثف. يعني لما كنت مثلا تكتب مثلا الدرس في 10 15 صفحه، لا بين عاملينه في 3، ولكن كل المعلومات موجوده. حل مجمع لك كل الاسئله المقاليه في كل درس. تمام. وعامل لك 10 نماذج امتحانات في الاخر. سيبوا الكتاب لما يجي هعمل لكم باذن الله تعالى عليه ريفيو كده، ونبدا نحل منه ونراجع منه. ولكن دلوقتي مطلوب منكم تروحوا تذاكروا الدرس وتظبطوا الدنيا عشان الحل ينزل بعد الحصه الثالثه باذن الله تعالى. ويا رب يكون عجبكم الشرح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.